السلام عليكم شباب، بهذا المقطع راح نجرب لعبة جديدة اسمها ويستر نايت. طبعا شباب مثل ما تشوفون غيروا صورتي، اريد رايكم بالتعليقات اذا عجبتكم او لا، وخلونا بدون ما نطول المقدمات نلعب. بلاي. اوكي. شت ذا فاك اب. جاك ويلسون رجل مسن خدم سابقا ككاهن في كنيسة قرية صغيرة في منطقة ليك فالي. ترك رجل الدين في عام 1988 لكن لم يفقد إيمانه أبدا، على العكس نما قوة مع مرور الوقت. واصل جاك الالتزام الصارم بالتقاليد الدينية، خاصة خلال عطلة الفصح بعد مغادرته الكنيسة. اختار حياة العزلة، يقع منزله على أطراف القمة بعيدا عن الآخرين. منذ ذلك الحين نادر ما شوهد في الأماكن العامة. رغم تقدمه في السن ظل جاك نشطا جسديا مبتهج بشكل مفاجئ. اوكي نبدأ. عيد فصح آخر. أحتاج أن أجهز كل شيء. أولا البيض. اوكي البيض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جيب الجزر من الحظيرة او هيك شيء. ايه هنا. هذا الجزر. اوكي اصبغ البيض. اوكي ما هذا، شنو هذا؟ بيضة عليها ارنب. اوكي منا نصبغ البيض. تم 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 ايزي 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 ايزي. اوكي وبعد اقطع الجزر مكتوب. اوكي راح نسوي مخلمة. اوكي هزة 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 هزة. 1 2 3 4 5 6 6 7. شو اسوي هسه؟ اخليها بالسلة هنا. كل شيء انتهى. ما الذي يحصل بحق الجحيم؟ لازم اشيك الحديقة اعتقد. ناخذ سلاحنا. الجن مال دجاج اشوفه. وول شيء. لا لا دجاجي. نو 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 من نو. من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ تبا لك. صباح الخير. خير يده واخي. شيت 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 شيت. اروح للسرير مكتوب. اوكي ربما هو كابوس. وات جهز السلة مكتوب. هذا سم. هاي ابر. ايه خليهم بالكيكة. وات هيل. هذا الدرج من لمته هنا. نصعد لفوق شوف. هاي اللبسة يعني شنو؟ شنو يعني احنا نقتله شنو؟ ما ادري. خلينا نشوف نقرا ايش مكتوب. كلام كثير جدا جدا كثير.
اوكي شباب، ملخص اللي يقول انه اكو قاتل يلبس لبس مال ارنب ويقتل ضحاياه بطريقة وحشية وبطريقة مؤلمة وببطء، ويسمم ضحاياه. تذكرون احنا خلينا سم بهاي، فاعتقد احنا القتلة هالشي شي. خلينا سم بهاي مال الفطيرة مسوينها تتذكرون، وخلينا ابر. واو، اقدر انهي حياتي. اقدر شي اسوي ثاني؟ واقدر انزل. اعتقد يعني اشرد. اوكي، راح نجرب النهايتين. اول شي اشرد. شت ذا فاك اب، شت ذا فاك اب. استمرت سلسلة الجرائم القتل الوحشية في عيد الفصح. هذا المرة أصبح 8 أطفال الضحايا. العلامات تبقى كما هي: إبر في الأعضاء الداخلية، سم في مجرى الدم، فقدان أطراف، وأدلة واضحة على الإساءة. مشهد مرعب بصراحة. ومع ذلك بالقرب مع أحد مسارح الجريمة تم اكتشاف شاحنة بيك أم حمراء مشبوهة بعد أن اصطدمت خارج الطريق. يبدو أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية بالنظر إلى مدى الضرر. أعتقد إحنا السواق، يعني إحنا سوينا الحادث. تعرض السائق لإصابة بليغة ويتم حاليا التأكيد من هويته. من أبرز ما برز العثور على زي أرنب قديم يعني بيتي، ومسدس وفاس في صندوق السيارة. نعتقد أن هذا الرجل يكون مرتبطا بعمليات القتل. من الممكن ما يسمى هو روجر الأرنب. على الأقل أن ود أن نصدق ذلك. من الصعب قبول أن هذا الوغد لا يزال موجود. قلت لكم أنا القاتل. خلينا نجرب النهاية الثانية. I don't know man. I don't know. I don't know. اقدر مثلا اسوي شيء ثاني؟ ما اعتقد. اقدر اعزف لكم. ان شاء الله اعزف حلو. سأقبل مصيري وافعلها. Man I'm dead man. Shut the fuck up. اليوم اكتشفنا جثة جاك ويلسون. كان الرجل العجوز قد شنق نفسه في علية منزله. كان الرجل المسكين معلقا هناك لفترة طويلة، جثة يعني، قبل أن يعثر عليه. كما تم اكتشاف زي أرنب وجمجمة بشرية في العلية. نحن نؤمن، وهذا دليل مهم في قضية ما يسمى روجر الأرنب. علاوة على ذلك يصبح هذا العام الأول الذي يمر فيه عيد الفصح في قريتنا دون أي جرائم قتل. أنا القاتل ومتت. ارتاحوا أيها العالم. لم يصب أحد بيده ولا تقرير عن أشخاص مفقودين ولا جثث سوى جاك ويلسون. لدينا أسباب قوية لاعتقاد بأنه كان القاتل. للأسف لم يعد من الممكن استجواب الرجل العجوز. شكرا شباب على مشاهدة المقطع. إذا عجبكم المقطع لا تنسون اللايك والاشتراك، ونلقاكم في فيديو آخر. Yummers. 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 What did you say? Yummers.